اللي سمع الفيديو منكم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان انا عندي برد وزوري وجعني وسخنه وحالتي حاله وبقى صوتي زي نعيمه الصغير. مش عارفه والله انا صوتي بعمل كده ليه، بس تعبانه جدا فوق ما تتخيلوا. مش هتصدقوني لو قلت لكم ان انا كنت فاتحه الفيديو ده بلا هدف. كنت نازله اجيب انس من مشوار كده، وبعدين لقيت نفسي بفتح فيديو. يا بنتي طب اتكلمي. مش عايزه اتكلم. طب انت بتعملي ايه؟ يعني ايه الفايده والمغزى من الفيديو؟ بصوا خليني اندب معاكم شويه. اول حاجه، انتي كواحدة منتقبة داخلة تشوفي تشتري نقاب من براند، البراند ده بتاع نقابات، فانتي عارفة انتي عايزة ايه. عايزة نقاب ماليزي، تندة، مسطرة، مقوى، استك بره استك جوه. طب انتي اول مرة تلبسي خالص، احنا بنعرض عليكي، الادمنز بيعرضوا عليكي الحاجات اللي موجودة وبيخيروكي. طب انتي اخترتي واتفقنا على الاوردر وخلاص ظبطنا، وانا عندي اللي اشترى مني قبل كده عارف ان في رساله اخيره بطلب من الكلاينت ان هي تسيب المواصفات بتاعه الاوردر بتاعها باللون والمقاس وبياناتها. طب انتي بترجعيني من اول خالص. والله العظيم انا عندي مشكله جامده في الرد على الكلاينتس. يعني انا في ناس كتير قوي مش برد عليهم. كمان الخميس انا مخلياه مع الادمنز اختياري، اللي عايزه تدخل ترد ترد، واللي مش عايزه ترد ما تردش، ويوم الجمعه اجازه ليهم. فبضطر انا ادخل بلاقي مهازل. طب انتوا يا جماعه رفقا بينا، انت بتكوني محضره انت عايزه ايه، بتطلبي مني الشكل واللون والديزاين والمقاسات المتاحه، وانا ببعت لك ده كله. حاولي تظبطي كده، تشوفي انت محتاجه ايه، علشان الادمنز والله العظيم روح وقلب وبيحسوا. تاني حاجه، لو صدفت ان في اوردر في عميله كانت ما تفهمش او ما تعرفش الفرق ما بين الاستك الداخلي والاستك الخارجي مثلا، احنا اللي بنعرض عليها بنقول لها طب ايه رايك تبدليه او تغيريه. احنا اللي بنعرض، محدش بيعرض. هم بيعملوا حساب ان هم يعني بيتعاملوا معايا، وفي منهم كتير بيتحرج عشان يعني لو هم كانوا عارفيني ولا حاجه. فاحنا اللي بنعرض عليهم علشان ما ينفعش استحل اي قرش من حد هو لابس حاجه مش مبسوط فيها. فبعد ما بتختاري الحاجه بشحنها لك على حسابي انا، وبخليكي تحتفظي بالحاجه اللي عندك، ومفيش اي مشكله. في كلاينت من البنات الجميله بعد ما عملت معاها ده كله اتفاجئت انها بتقولي طيب انا النقاب اللي عندي انا هعمل فيه ايه، انا عايزه ابعتهولك. قلت لها حبيبتي انا تصدقي بيه مش هعمل بيه حاجه. فلقيتها بقى بتزعق، انا بعت ريكورد بتزعق هو اتصدق بايه، هو انا شحاته يا جماعه؟ والله التمسوا حسن النيه. يعني دي حركه شيك مننا ان احنا قلنا لك احتفظي بيه، ولو مش عايزاه خلاص مش هتعملي بيه حاجه تصدقي بيه. فالله يكرمكم، حاولوا كده تخليكم حلوين معانا، علشان احنا والله العظيم يعني مضغوطين والله، يعني اخر ضغطه وربنا معانا والله.